افريقيا على المستوى المونديالي تحت السن 17 سنه. تنطلق الان الخط الان، محاوله مغربيه اولى الاستلام من 23 اللاعب الناير، لعب الكره طويله تغطي من الدفاع، وعندهم بارادو اللي خرجت بن سبعيني وعطال وبوداوي ثالوث يلعب في القاره الاوروبيه. بوداوي عطال مع نيس، بن سبعيني مع جلادباخ في المانيا. هذه كره للركنيه تغطي من رقم 4 ادم، ورقم 4 اللاعب بن يدر. من كره للصالح المغرب، تلعب منطقه الجزاء للجزائر البحبي. هذه كره للصالح الفريق الجزائري، خروج الحارس بن غسيل. هذا هو طه حارس مرمى المغرب بلاد الحراس، من خلال هزاز في المغرب. تنافس بين الكرة المغربية والجزائرية على مختلف الأعمار. هذا كرة طلق مع اثنين، عبد الحميد هيا 24 حموني يرفع كرة عند الحارس حماش يمسك بالكرة الحارس الجزائري اناتوف. خطأ لرقم 8 الشاهين شتاوي. كرة جاي من مباريات مثيرة، مباريات تتسم بالندية على مستوى معاد يمرر. كرة معاد المباراة ترفع من جرب ادم الشكير، شتاوي شاهين عند الخطير اناتوف ينطلق بالكرة. اناتوف خسر الكرة من ادم شكير تصل الان عند الناير ايمن يتحول الان بوغيسان للامام، ينطلق معاد لا وجود للشيء، ضربة المرمى، سقوط معاد بوغيسان رقم 15. تحول ظهير ايمن من المنتخب المغربي للثاني للمغرب ولكرة القدم العربية والافريقية. تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا. محاولة خطيرة من الشكير، ادم الشكير كاد ان يفاجئ حماش. ادم الشكير فكرة ممتازة من الشكير. مغرب النيبة المدافع اللي تألق في اوروبا مع ديبورتيفو لا كارونيا مصطفى حجي في انتظار التنفيذ الان. ترفع كورة باتجاه المرمى عند الحارس بن غسيل، حارس مرمى المغرب الجزائري موجود في قسنطينة. محاولة مغربية والدفاع موجود. تبقى الكورة منطقة الجزائر رأسية عند الحارس حماش. انتهى اللاعب المغربي، انطلاقه من الناير يتقدم، عرضيه والهدف للصالح الفريق المغربي. رأسية وسام زكريا كول المنتخب المغربي سجل على طريقة سيري الماتادور، يمنع تقدم للفريق المغربي. كرة اخذها الناير، عرضية من الناير يسجلها 18 زكريا سيكو، يمنع التقدم للصالح الفريق المغربي. انطلاقة واعدة جدا من ايمن الناير اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوف الغلطة هنا اقتناص الكرة من جانب الناير عرضية من الناير رأسي حموني ينطلق، حموني يحاول مرور، حموني ما يمرش، كرة ترجع. يانيس فرحات يرفع كرة، فرحات سهلة عند الحارس بن غسيل. فرحات كرة بالسرقة من الأول، التصدي موجود، تبقى المحاولة قائمة. تلعب كرة من اناتوف، محاولة جزائرية خطيرة، الانطلاقة السريعة، كرة التعادل، الحارس يتصدى، تبقى خطيرة، أوقفها بن غسيل وجه لوجه يضيع زياد صالح تميل للفريق الجزائري. جزائر خطير فريق الجزائري، المطالب بضربة جزاء والليبي يقول لا، ركنية. الحكم الليبي المبروك محمد الواثق من قراره يقول ترفع كرة منطقة الجزاء والحارس طويلة الآن في محاولة مغربية، انطلاقة سريعة ممكن ثاني، ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة. الإنقاذ زكريا وسام حاول المرور لديل في انتظار تنفيذ الركنية. كرة على مستوى الركاب الثاني، هذه رأسية بعيدة إلى ضربة مرمى للفريق المغربي. أمامنا رقم 4
محاولة لصالح منتخب المغرب من أجل الكرة الثانية. هذه كرة خطيرة والدفاع الجزائري في إخلاء فوق على بالتالي ناير أيمن الناير بعرضية بالمقاس ورأسية بلمسة واحدة سجلها وسام. تصل وسط الميدان اقرب اللاعب ايد بودلال عند الحارس حمد كانت بمثابة تحصيل حاصل. هذه كرة منطقة الجزائر تبقى عند الفريق المغربي. مغرب في الهجوم. كرة تعود جولة جزائرية من خلال يعقوبي تبعد بالخطأ. التسديد من خارج منطقة الجزاء. المغرب منتخب المغرب اللي تألق في المونديال الأخير والسود الأطلس. كرة من جديد الفريق المغربي يظل في منطقة الجزائر. زكريا والثاني سدد الحارس حماش المغربي. يرجع كرة عند 24 حموني إصابة اللاعب شاهين الشتاوي. هجمة للفريق المغربي. هذه بينية كرة خطيرة. زكريا وسان جول. وسان دوبيتا وسان ثنائية. زكريا في شباك الجزائر. كرة سجلها وسان الهداف القادم بقوة في السماء الكرة الأفريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0. كرة ضربت كريا وسان كان حاضر كان شاس بلمسة واحدة يسجل لكن في تدخل قوي بداية اللعبة. في تدخل استمر اللعب. كرة من حموني هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري. كرة ضربة المدافع الأخير لمسة واحدة يسجل هو الثاني هو كريم ممر الجديد. هو نصيري هو بصير هو الشماخ هو الهداف الجديد للكرة المغربية. والثاني يسجل ثاني هداف الفريق المغربي بلمسة واحدة يسجل. هل يتدخل الفار؟ فرنسا 3-2. هذه كرة منطقة الجزاء والابعاد. شيل لقادة بتروني. كرة تتحول للركنية لصالح الفريق. المحاولة تبدأ من جديد للمغرب. خروج خاطئ الحارس. هنا توف يتابع يخطئ امام الخروج الخاطئ. اخطأ في ابعاد الكرة. هنا توف حاول اقتناصها. هنا الإعادة. حارس بن غسيل ومعاه ايد بودلال. اقرب كان في بالتاني يلعب كرة بالتاني عند الحارس بيمر. هنا توف الخطير. هنا توف عرضية. رفع الكرة منطقة المغرب بالتاني عرضية لبحاث الكرة ونال ما أراد بهدف أول عن طريق وسان في الشوط الثاني. شوط الثاني كرة خطيرة والثالث. الهدف الثالث للفريق المغربي. هذه المرة هدف شاكير. كرة قوية من شاكير يأكد التعال يأكد الذهاب للمونديال يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. هدف شاكير في الشبكة. ابتسامة حامل عرين. فرحة الفريق المغربي. انتصار مهم جدا. انتصار يساوي بطاقة المونديال. انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة. كرة عرضية كيفما جاءت سددها شاكير غالط بها حماش. 3-0. ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد. كرة قوية. شاكير يسدد بقوة. كرة تغالط الحارس الجزائري وتؤكد أن كل الطرق تؤدي عبد الحق يحاول مرور استخلاص الكرة. شاكير يمرر هجمة خطيرة للفريق المغربي من